أهلا وسهلا بيكم في قناة نجم وبرج، في حلقة جديدة من توقعات الأبراج ليوم الخميس 23 يناير 2025. النهاردة هنتكلم عن تأثيرات الكواكب والفلك على حياتنا، وهنشوف ايه اللي مستني كل برج في اليوم ده. يلا بينا نبدأ. النهاردة في تغيرات فلكية مهمة هتأثر على حياتنا. خلونا نشوف أهم الأحداث الفلكية النهاردة. القمر النهاردة في برج الثور، وده بيخلي اليوم مناسب للاستقرار والراحة. هتحس انك عايز تعيد ترتيب حياتك وتنظم امورك بشكل اكتر هدوء وراحة. ده وقت مناسب للتخطيط وتحقيق الاهداف طويلة المدى. على الرغم من ان اليوم ده هتكون فيه طاقة هادية، لازم تركز في قراراتك المالية بشكل خاص. أما الشمس فهي في برج الدلو، فده بيدعمك في التفكير الإبداعي. النهاردة هو الوقت المناسب لتطوير أفكارك المبتكرة، سواء في شغلك أو في حياتك الشخصية. لو عندك فكرة جديدة أو مشروع قديم كنت مأجله، النهاردة هو الوقت المثالي عشان تبدأ تنفذه. أما الزهرة فهو في برج القوس، وده بيديك طاقة إيجابية في العلاقات الاجتماعية، وهتحس كمان برغبة في التواصل مع الناس والانفتاح على تجارب جديدة. ده وقت جيد لفتح باب جديد في حياتك العاطفية أو لتجديد علاقاتك الاجتماعية. ودلوقتي جه ميعادنا مع توقعات الأبراج ليوم الخميس 23 يناير، وأول برج معانا برج الحمل. النهاردة هتحس انك عايز ترتاح شوية وتعيد حساباتك في حياتك. القمر في برج الثور ده بيدعم الاستقرار في حياتك الشخصية والمالية. فلو كنت محتار في حاجة او في مشروع، النهاردة هو الوقت المناسب عشان تركز وتفكر فيه بهدوء. اما بالنسبة للحب فهتكون الامور هادية ومستقرة، لكن لازم تبقى اكتر مرونة مع شريك حياتك عشان العلاقة تفضل مستقرة. برج الثور، النهاردة يا تور هتحس بطاقة عالية بفضل وجود القمر في برجك، وهتكون في حالة حماس ورغبة في تحسين وضعك المالي والشخصي. هتلاقي كمان نفسك قادر على اتخاذ قرارات مهمة في شغلك وحياتك الخاصة. أما بالنسبة للحب يا ثور فهتحس بالاستقرار مع شريكك، لكن حاول تكون أكتر تفاعل عشان تعيش لحظات من السعادة والانسجام معاه. برج الجوزاء، النهاردة هتحتاج للراحة والانعزال شوية يا جوزاء. القمر في برج الثور ده بيخليك تحس انك محتاج وقت للراحة النفسية وتنظيم افكارك، فخلي بالك ان اليوم ده مش مناسب للقرارات الكبيرة او المخاطرة. اما الحب فهتكون في حالة استقرار، لكن هتحس انك محتاج صراحة اكتر مع شريكك عشان العلاقة تكون افضل. برج السرطان، النهاردة يا سرطان هتحس بحاجتك للتفاعل مع الناس. القمر في برج الثور ده بيدعمك اجتماعيا، وهتكون في حالة حماس لتوسيع دايرة معارفك والتفاعل مع الناس في شغلك وحياتك الشخصية. أما في الحب فهتعيش لحظات من السعادة مع شريكك، وفي نفس الوقت حاول تكون أكتر صراحة في التعبير عن مشاعرك. برج الأسد، النهاردة يا أسد هتحس إنك عايز تركز في حياتك المهنية والمالية. مع القمر في برج الثور هتكون في حالة من التوازن والرغبة في تحسين وضعك العملي. خلي بالك من أي قرارات مالية يا أسد، وركز على تحقيق أهدافك الكبيرة. أما في الحب فالأمور هتكون هادية، لكن حاول تخصص وقت أكتر لشريكك عشان تقوي العلاقة ما بينكم. برج العذراء، النهاردة يا عذراء يوم مناسب جدا عشان تركز على مشاريعك الشخصية والتطوير. مع وجود القمر في برج الثور هتحس برغبة في إعادة ترتيب أولوياتك في حياتك. اليوم ده مناسب عشان تزود مهاراتك الشخصية أو حتى تبدأ في حاجة جديدة تتعلمها. أما بالنسبة للحب فهتكون في حالة استقرار، لكن حاول تبقى أكتر مرونة في التعامل مع شريكك عشان ما يحصلش أي سوء تفاهم. برج الميزان، النهاردة يا ميزان هتحس برغبة في قضاء وقت أكتر مع العيلة والأصدقاء. القمر في برج الثور بيخليك تفضل الأجواء العائلية والحميمية، وحاول تستغل اليوم ده في التواصل مع الناس اللي بتحبهم. أما بالنسبة لشغلك فهتحس بالاستقرار، لكن حاول تكون أكتر دقة في قراراتك المهنية عشان تتجنب أي مشاكل في المستقبل. برج العقرب، النهاردة هتحس يا عقرب بحاجة للتركيز على حياتك المهنية. ان القمر في
ان القمر يكون في برج الثور ده هيحسسك انك عايز تحقق تقدم ملحوظ في شغلك، واليوم ده مناسب جدا عشان تحدد اهدافك وتعمل على تنفيذها. اما بالنسبة للحب فهتحتاج للمرونة والقدرة على التفاهم مع شريكك عشان العلاقة تفضل ثابتة. برج القوس، النهاردة يا قوس هتحس بالطاقة والروح المغامرة، وإن القمر في برج الثور ده بيدعمك في التجارب الجديدة سواء بقى في حياتك العاطفية أو المهنية. لو عندك فكرة جديدة يا قوس النهاردة هو اليوم المثالي عشان تبدأ فيها. بالنسبة للحب الأمور هتكون حلوة جدا مع شريكك وهتعيش لحظات رومانسية حلوة. برج الجدي، النهاردة يا جدي هتحس انك عايز تركز اكتر على استقرارك المالي والعاطفي. مع القمر في برج الثور هتكون في حالة تفكير عميق في مشاريعك المالية. حاول ترتب امورك المالية بشكل جيد عشان تبقى مستقر في الفترة الجاية. اما بالنسبة للحب يا جدي فتحتاج لمزيد من التواصل مع شريكك عشان تتجنب اي سوء تفاهم. برج الدلو، ازيكم برج الدلو؟ النهاردة هتحسوا بحاجة للتغيير في حياتك الشخصية والمهنية. مع الشمس في برجك فهتحس انك عايز تجدد افكارك وتنفذ مشاريع جديدة. اليوم ده مناسب لأي شيء مبتكر او غير تقليدي. بالنسبة للحب يا دلو فهتكون الامور مستقرة، لكن حاول تكون اكتر عاطفية مع شريكك علشان العلاقة تتطور. اما برج الحوت فالنهاردة هتحس انك عايز تهتم بتنظيم حياتك بشكل اكتر. القمر في برج الثور ده بيدعمك في اتخاذ قرارات عملية وتنظيم وقتك. خلي بالك من اي قرارات مالية النهاردة يا حوت، وحاول تبقى هادي في اختياراتك. اما بالنسبة للحب يا حوت فهتحتاج لمزيد من الصراحة مع شريكك علشان العلاقة تبقى افضل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع توقعات الأبراج والأخبار الفلكية ليوم الخميس 23 يناير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا كل جديد. أتمنى لكم يوم مليان بالنجاح والراحة النفسية. باي باي.